السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا لقاءات من غير مونتاج. في الفيديو ده احنا هنتكلم على فيلم باجونيا من اخراج يورجس لاتموس ومن بطولة ايما ستون وجيسي بليمنز، نفس المخرج اللي عمل كايندز اوف كايندنس، وتقريبا نفس الانسامبل، نفس شلة الممثلين، وعمل برضه بور ثينجز، وعمل اعتقد الافضل بالنسبة لي فيلم ذا لوبستر. تمام، بس فيلم باجونيا ممكن يقرب من فيلم ذا لوبستر. بكل بساطة ما هي قصة فيلم باجونيا؟ عندك واحد بتاع مؤامرات، نظرية مؤامرة، بيؤمن وبشدة ان في شخص CEO لشركة معينة. هذا الشخص مش على صورته الحقيقية اللي موجودة للعالم كله، هو في الحقيقة وحدة فضائية. اوكي، ولكن هو ايمانه بهذا الشيء كبير جدا بشكل مش طبيعي، فبيخطفها. وبعد كده بلا بلا بلا، احداث احداث احداث، فاحنا في حالة من الراجل ده مجنون قوي، الست الغلبانة دي مخطوفة. إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ مين اللي بيقول الحقيقة؟ هل احنا في فيلم خيال علمي، ولا احنا في فيلم كوميدي، ولا احنا في فيلم رعب سيكولوجي؟ احنا مش عارفين احنا فين بالظبط. وخلينا اقول لكم حاجة، هذا الفيلم واخد هايب كبير جدا في الوقت الحالي، وهو يستحق الهايب ده. انا عاجبني جدا الطريقة اللي الفيلم ده حكى النوع ده من القصة بيها. وانا بحب الافلام اللي هي بتكون مقفولة في صندوق. يعني الفيلم عدد الممثلين اللي موجودين فيه بشكل كامل تقريبا 7 8 ممثلين بس، ده هو اللي بيطلعوا في الفيلم. والاساسيين اللي موجودين على معظم الوقت قدام الشاشة هم 3 ممثلين. ففي اعتماد كبير جدا على الاداء، واعتماد كبير جدا على ستايل الاخراج، ان بمساحة وبممثلين عددهم محدود جدا انت لازم تستخدم كل تركاية موجودة عندك اخراجيا عشان تحكي القصة دي بشكل يخلي المشاهد قافش في الشاشة ومستثمر في كل ثانية، حرفيا كل ثانية في الفيلم. ولكن عشان اكون صريح معاكم، ولو انتم متابعيني بقالكم فترة طويلة، لازم اقول التشابه الكبير جدا ما بين الفيلم ده اللي هو دلوقتي مترشح لاوسكارات كبيرة جدا، وما بين واحد من اكتر الافلام المفضلة عندي اللي انا بتكلم عليها بقالي سنين وسنين وسنين، بل مع اصدقائي اللي في نفس المجال بتاع الكلام على الافلام والمسلسلات والريفيو كوميونتي اللي موجودة على اليوتيوب. انا دايما كنت برشح لهم الفيلم ده، وهو فيلم 10 كلوفرفيلد لين. اوكي، هذا الفيلم انا اتكلمت عليه تقريبا، انا الوحيد على الانترنت اللي كنت بتكلم على الفيلم ده، وعلى قد ايه الفيلم ده لسبب ما تحدث معايا بشكل مش طبيعي. فمره واحده وانا بتفرج على الفيلم باجونيا رحت قايل وات، ده هو ده فيلم 10 كلوفرفيلد لين، هو حرفيا الفيلم، يعني هو نفسه. تمام. فلو لسبب ما انتوا ما اتفرجتوش على فيلم باجونيا واتفرجتوا على 10 كلوفرفيلد لين بناء على الترشيح بتاعي، فانتوا 100% هيعجبكم الفيلم، و100% هتفهموا التشابه اللي انا ربطه ما بين ده وده. تمام. ولو انتوا اتفرجتوا على فيلم باجونيا وما اتفرجتوش على فيلم 10 كلوفرفيلد لين، لازم تتفرجوا على فيلم 10 كلوفرفيلد لين، لان 100% هيعجبكم. انا علشان في انحياز موجود عندي لفيلم 10 كلوفرفيلد لين هفضله عن فيلم باجونيا، بس برضه انا بحبه. بس ده خلاني ادخل في دوامه اكتر من البحث. يعني هو غريب ان مخرج سخن جدا زي يورجس دلوقتي هو من اعلى الاسامي في هوليوود، والشله بتاعته جيسي بليمنز بقى وايما ستون بالافلام اللي عاملين يعملوها مع بعض كتير، وكل فيلم بيعملوا بيتحط عليهم الضوء، بياخدوا جوائز كتير. فاللي هو هل انا لوحدي اللي ملاحظ ان في تشابه ما بين ده وده؟ اعمل بحث الاقي ان اوف، ده فيلم 10 كلورفيلد لين اصلا كان مستعير القصة. والنوع ده من القصص هو يعتبر ريميك لقصة أساسية قديمة لفيلم كوري قديم. فيلم كوري هو اللي حكى القصة بتاعت إن بس كم من شخص، 3 أشخاص، تمام، محبوسين في مكان واحد، وفي شخص هو اللي مسيطر على الموقف، وفي واحد مش عارف مين اللي حطه هنا ولا ايه اللي بيعمله هنا، وفي ضحية او ضحية لسبب ما احنا كجمهور شايفينها ان هي ضحية. والفيلم بيكون مبني على العوامل الصغيرة دي. فيلم كوري قديم ونزل سنة 2000 تقريبا او 2003، وهتعمل له بعد كده اعادة صيغة لفيلم 10 كلوفيلد لين، وبعد كده اتعمل فيلم باجونيا.
اعتقد ان الفيلم اللي هيخلي القصه دي او النوع ده من القصص يروح مين ستريم حبتين هو فيلم باجونيا، لان الترشيحات الكتير اللي اخدها بالستار باور اللي موجوده في الفيلم، بالاداء والاخراج اللي موجود في الفيلم، هو يعني ايه مسهل الدنيا علشان الموضوع يروح. بس فعلا ده يعتبر ريميك، والمخرج عارف ان هو ريميك، والناس اللي كتبوا الفيلم ده هم they basically adapted القصة الأساسية من الفيلم الكوري. ودي معلومة أنا ما كنتش عارفها، وانا حاسس بفاليديشن مش طبيعي. حاسس ان طول السنين اللي فاتت وانا بحاول اوصل الشعور ده للنوع ده من القصص، للنوع ده من الافلام اللي هو بيكون محصور في بس عدد صغير من الممثلين. الفيلم اللي فيه جانب لعبة مافيا موجودة فيه، فاهمني؟ اللي هو لعبة المافيا اللي هو من الاخر انت، او لعبة امونج اس، تمام؟ اللي هو انت عارف ان في كذب بيحصل، ولكن انت مش عارف مين اللي بيكذب هنا، وانت طول الفيلم ماشي بالاسامبشن العادي، او التبرير المنطقي جوه دماغك ان لا، انا واحد منطقي، انا واحد مش مجنون حبتين، وانا عارف ان اكيد مش ده اللي بيحصل، او الكلام بتاع الشخص المجنون في الفيلم ده مش حقيقي، هو واحد مجنون. بس وات اف ان انا اللي بتفرج اللي مجنون. هذا النوع من الافلام وهذا النوع من القصص انا بعشقها، وبجد انا فرحان ان الفيلم ده اخذ الشهرة دي، وبجد يستحق الشهرة دي. من ناحية الغرابة، فانا كنت مستني غرابه اكتر، لان يورجس بالغرابه اللي هو بيحطها في الافلام بتاعته، الواحد اتعود على نوع اكتر من السرياليه في الافلام. يعني فيلم زي ذا لوبستر واحد اتفرج عليه يجي 10 مرات لحد دلوقتي، وانا لسه مش عارف افسر الفيلم صح، فاهمني؟ فانا كنت مستني كام لاير زياده يكون موجود من الغرابه في الفيلم ده، علشان بس انا متعود على الستايل بتاعه ان هو يكون فيه التفكيك بتاع الليارات دي. ولكن برضو انا استمتعت بيه. المزيكا في الفيلم اختيارها كان عبقري. ليه؟ لان المزيكا في فيلم باجونيا انا حاسس ان هي بتتكلم معاك بلغه، بس الفيلم بيتكلم بلغة تانية خالص. ولكن على نهاية الفيلم انت هتفهم ان انت اللي ما كنتش فاهم لغة الفيلم، بل انت كان المفروض يعني تسلم نفسك للشعور اللي محطوط على الشاشة بصريا، وتسلم نفسك للشعور اللي المزيكا بتديهولك. لان انت اول لما تدخل جوه العالم بوجهة النظر دي، في حاجات كتير تانية هتبقى منطقية. ودي برضو انا اعتقد ان هي كانت لمسة عبقرية من يورجس، ان السكور بتاع الفيلم والزوايا اللي كانت مستخدمة في الفيلم في حكاية القصة ما كانتش معمولة من وجهة نظر حد قاعد في الغرفة، لا، هي كانت معمولة من وجهة نظر واحد من الشخصيات اللي جوه الفيلم. فلما شخصيه معينه تكون في الفيلم، انا بجد انا فخور بنفسي. حاجه جانبيه كده ثانيه، انا فخور بنفسي ان انا اتكلمت كل ده من غير ما احرق حاجه في الفيلم. انا عاجبني الموضوع ده جدا وانا حاسس ان انا ما حرقتش. بس anyway، فكرة ان لما شخصية معينة في الفيلم تكون بتمر بحالة صعبة جدا، تكون بتتجنن، تكون متعفرطة، الكاميرا بتاخد نفس الشعور ده. بس لما شخصية تانية في الفيلم بتكون بتمر بحالة جنون، انت بتشوفش ان الكاميرا بتكلمك بنفس اللغة دي، لا، الكاميرا بتتكلم من وجهة نظر الشخصية اللي احنا المفروض نكون معاها. تمام. وايوه، ده كان اختيار جميل جدا، ودي كانت سينما. يعني دي كانت طرق استخدام الصورة اللي موجودة قدامك، واستخدام كل الحاجات اللي موجودة في الشنطة بتاعة المخرج علشان يحكي قصة بشكل جامد تم استخدامها. ودي حاجة فعلا فعلا تحط ابتسامة على وشي، لان النوع ده من الافلام ما بقاش بيجي منه كتير. يعني الواحد بقى يتفرج دلوقتي على افلام كتير اللي هي الافلام النتفليكسيه، الافلام اللي هي ايه، حط الكاميرا، حط الناس اللي شكلهم جميل قدام الكاميرا، خليهم يقولوا كام لاين وخلاص يلا يمشي روح. لا، ده في شغل اتحط في الفيلم ده، وده شيء انا اقدره. ومع ذلك اقول ان 10 كلورفيلد لين هيفضل ليه مكان خاص في قلبي. وبس اصدقائي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. عرفوني ايه رايكم في فيلم باجوني، وعرفوني ايه افضل فيلم ليورجس انتوا اتفرجوا عليه. انا اعتقد ان انا بعد ري واتش كده مره تانية، انا ممكن اقول ان فيلم لوبستر هو الافضل عندي. وانا لسه عندي موقف ان فيلم بور ثينجز
انا ما فهمتش اللغه دي، الفيلم ما كليكش معايا باي شكل من الاشكال. فايوه، شكرا على مشاهدتكم. انا محمود اسماعيل، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.